التحدي الأول في الهوية حقتنا، تقول سلامي دي كانت ما مقبولة. سلامي جزء من قبيلة أخرى، ما دار أسمي قبائل بعينها. جاءت مرحلة يعترفوا بين سلامات. الله أكبر. عندك حاجاتك. الله أكبر. عندنا تحدي آخر، رمزية القيادة. قيادتنا عمودية. الوالد المرحوم وأخوانه من القيادات قالوا لا، أن إحنا رئاسة دارة قبيلة السلامات. الله أكبر. أيضا عاروهم فيه. التحدي الثالث الجغرافيا. بلدكم وينه؟ دي بلدنا بجرادة. الله أكبر. الثلاثة حاجات دي يا جماعة أبهاتنا حلوي. جات لجنة المنازعة في البلد وتبعتها لوسط، عشان كده ده مصلحة عليا بالنسبة لنا. ثلاثة حاجات دي. عندنا هوية أن إحنا سلامات، وعندنا رمزية حقت قبيلة. السلامات مختلفة. أنا سمعت حسن قال ده أمير عموم السلامات، كتر خيرك. واحد بيقول لك يا أخي الأمير ده حد وسط دارفور، لأنه السلامات ما فاهمين القضية. يبقى أنتوا تتفقوا على القضايا الكلية حقتكم. أنا عندي أرض، عندي قبيلة، عندي رمزية. ما في ناصر قبيلة يقول شيلوا جيبوا إلا ناصر السلامات. يجي يشيلوا الجلسة يجيبوا كهرباء. لا ده ما صح، الناظر يصلي في محله. لو ما بيعرف يقول كلمتين، يا اخوان النظار انت شايفينهم ده، لما انا كنت معاهم هناك انا كنت الرئيس لدائره الشؤون الامنيه والتنفيذيه. النظار ده بتاع جنوب دارفور ده اقسم بالله انا دخلت في اللجنه 5. طيب نجي للمهم. السلامات حددوا خيارهم وكان جزء من مكونات الدعم السريع وبيسموهم جزء من حوافز الدعم السريع. ولا ماذا الحاصل؟ طيب السلامات عدة وعتاد في الدعم السريع. الله اكبر. ماذا الحاصل؟ الله أكبر. لكن يا اخواننا الكلام ده ما متناسب. ما متناسب، بتبذلوا مجهود والمجهود ده مهدر سدى. ماشي زائد المجهود. المجهود ده يمشي يحترموا ابنائكم الغالة ويحترموا زعاماتكم. انا سمعت واحد من العمد قال احنا اقل وفد في نيروبي دار يقول انه السلامات ما شارك، هو مقتنع دار زي الانجليزي. ليه اقل وفد؟ لانه ما منظمين جوا دوائر صنع القرار اللي قاعده بالدعم السريع. انا زعيم قبيله تجيني دعوتي في محل معزز مقرب، لكن ما بجري بالطريق. شفت النتيجه بعينكم، النتيجه اللي شفتوها ده لانكم انتم ما مرتبين جوا دوائر صنع القرار في الدعم السريع. ما مرتبين. امشوا رتبوا نفسكم عشان يهابوكم ويحترموكم ويقولوا لعمدتكم ولزعيمكم ده مكانك. بشنو؟ بفضل المجاهدات. يا اخواننا اولادنا لسه عينوهم 6 في الولايه، لما جو ودايرين يطرحوا الموضوع انا صدت لهم الخطاب وكتبت لهم. الان هم 6 هناك، ليه؟ بفضل مجاهدات السلامات في الدعم السريع، لا بفضل الامير. لكن انتم قضيتكم مختلفين فيها. بتخلوا القضيه الاساسيه بتمسكوا في الامير ما جا، الامير ما حصل، الامير ما ده الموضوع. الموضوع ان احنا دايرين نعمل شيء. الله أكبر. احنا دايرين نعمل شيء. طيب التغيير اللي انا بديت بها يا جماعه، السودان فيه تغيير يقود لنتيجه، يقود لمصالحه. انتوا جزء من مكونات القبائل الموجوده. جزء بهنا وفي جزء في بورصه. ده شيء طبيعي جدا. طبيعي للغايه. ولذلك المهم انكم انتوا ترتبوا حالكم. ما ينفع الامور مشتته. تاب الرماح اذا اجتمعنا تكسرا وتكسرت اذا تفرغت احاد. يعني لازم صفوفكم تكون مجموعه. الخطوه الان انا استمعت لها في انتخابات المتحدثين هي خطوه ايجابيه وخطوه بتحتاج لعزيمه. انا والله صراحه يعني المشهد ده اعتبرته مشهد بتاع التعافي، لانه انا ذاتي داير فرصه السلامات ده اللي يلموا ويحتجوا نخاطبهم بخطاب يتفقوا معانا ولا يتفقوا ما مهم، لكن يعرفوا الحقائق. الله أكبر. الله أكبر. والطريقه دي ما حتصل، بتصلوا بطريقه واحده بس، تلموا صفكم وتتفقوا على مصالحكم العليا وتتفقوا على اهدافكم. الناس اللي بيمشوا دوائر الدعم السريع عندهم حاجه واحده بس، يقول لك يا اخي والله العلانيين ما جو والفلانيين ما جو او الامير ما جو. ما عندنا الموضوع يا اخواننا. نموذج حي دوله جنوب السودان انفصلت من هنا وفات.
عندهم قضيه وقاتلوا فيها، التاسع عندهم قضيه بيقاتلوا فيها، رتبوا نفسهم اي جنوبي ما كان معهم ما شال سلاح جا شالوا من البلد بس الجنوب. لو جا بيجي مواطن دولة. ولذلك احنا مساحتنا اعلى، وانا بصفتي زول اب لكل السلامات. السلامات ده كلهم انا اب بالنسبه لهم. دايرين ترتقوا مراكز عليا نظموا نفسكم. تسامعوا القول بينكم. اعرفوا تحطوا كراكم وين. اعرفوا وين اهدافكم وبتحققوها كيف. ولذلك انا في حديثي وما دار اطول، الان البلد دي فيها حراك.